تختلف الأحزاب السياسية الإسبانية، خاصة الأحزاب العريقة مثل حزبي الشعب والحزب الاشتراكي، حول الكثير من القضايا السياسية، إلا أنها تتفق على قضية واحدة، وهي الاستثمار الانتخابي في القضية الصحراوية والتنكر لها بمجرد الفوز في المعركة الانتخابية. وللرأي العام الصحراوي تجربة سلبية مع الوعود الانتخابية للسياسيين الإسبان منذ عهد رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق فيليبي غونزاليس، الذي تنكر لتعهداته الداعمة للشعب الصحراوي بمجرد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية. sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza que el gobierno no haya solo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. ويحاول بعض السياسيين الإسبان الاستثمار في معاناة الشعب الصحراوي حتى بعد خروجهم من قصر المونكلوا، كما فعل رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق ثاباتيرو الذي شارك قبل أشهر في منتدى كرانس مونتانا غير الشرعي بمدينة الداخل المحتلة، رغم تناقض ذلك مع السياسة الرسمية الإسبانية. وكان حزب بوديموس قد أبدى تأييده للقضية الصحراوية العادلة، ويعول الكثير من المواطنين الصحراويين على نتائج الانتخابات البرلمانية الإسبانية المرتقبة شهر نوفمبر القادم من أجل إيفاء الحزب الجديد بتعهداته، خوفا من تكرار سيناريو الوعود الانتخابية الكاذبة للأحزاب السياسية الإسبانية، والتي تحرص على تأييد القضية الصحراوية عندما تكون في المعارضة وتتجاهلها بمجرد أصولها إلى قصر المونكلوا. Los saharauis no son solamente nuestros vecinos del sur, son nuestros hermanos, y a los hermanos no se les abandona. Tener a la mayoría social de tu lado parece que tampoco basta. Las encuestas muestran que más del 90% de la población española está a favor de la independencia del Sáhara, porque la población española es pro-saharaui, pero quienes nos han gobernado parece que son pro-negocio. Esa es su única patria. Desde Podemos hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y especialmente a la Unión Europea y al Gobierno español para que asuman sus responsabilidades. Estamos exigiendo, en primer lugar y antes de todo, algo muy básico, que se respete y se cumpla la legalidad internacional y los derechos humanos. ويأمل الكثير من الصحراويين أن تتغلب الأحزاب الجديدة مثل حزب بوديموس على عقدة النفاق السياسية التي طغت على مواقف الأحزاب السياسية الإسبانية من القضية الصحراوية. سعيد زروال، لإذاعة الصحراء الغربية الدولية،